أنه كان يحرص للغاية على مد الخطوط مع جميع الناس، أنه موقعه الحزبي يفرض عليه واجبات تتناقض مع مسؤولياته كرئيس المجلس الأعلى للصحافة. هنا في مشكلة لابد من أنه ننتبه إليها حتى في الأيام المقبلة، لها علاقة بأنه رئيس لجنة الأحزاب ورئيس مجلس الأعلى للصحافة وأمين عام الحزب الوطني ورئيس مجلس الشورى، كل موقع من دول له مواصفات خاصة. كان في تناقض ما بين سياسات هذه المواقع. أمين عام الحزب الوطني ليس عليه أن يكون شخصية حيادية، ليس عليه أن يكون متواصلا مع كافة الصحف والاتجاهات، لأن هذا سوف يفهم على أنه نوع من أنواع عقد الصفقات، وبالتالي في تضارب في الاهتمامات بين المناصب. إما أنك تكون أمين عام الحزب الوطني ولا يعني ولست رئيسا لمجلس الشورى ويديك الحق انك ترأس لجنة احزاب مجلس اعلى للصحافه، او تكون اي حاجه ثانيه. تحمل صفوة الشريف مسؤولية فيما جرى في انهيار عصر مبارك؟ هو شوف، انا بسميه نهايه عصر مبارك مش انهيار، بسميه نهايه عصر مبارك. هي حقبه تاريخيه يعني ثلاثيه انتهت وكانت ستنتهي بكل اشكال. يتحمل بعض المسؤولية، يتحمل طبعا في أسباب كتيرة. إيه هي الأسباب؟ محتاجة تركيز عشان لا نصدر أحكاما ظالمة. لا شك إنه كان يعني قادر على صناعة منظومة إعلامية في الفترة اللي هي في نهاية التسعينات وبداية الألفينات. هذه القنوات التي تتراكب يوما تلو آخر في مصر تعمل في ساحة خلقها صفوة الشريف، وسيلة الإنتاج الإعلامي والقمر الصناعي، وبالتالي التأثير الإقليمي. لا يعني، لكن التفكير الاستراتيجي لا يكتمل. ما هي القواعد؟ ما هي القيم؟ لماذا تعتقد أن الفاعلين يمكن أنهم طالما أنهم بعيدين عنك يستطيعوا أن يفعلوا أي شيء؟ يسمى إدارة الأمر بمنطق الصفقة السياسية، مش الصفقة بمعنى آخر. واخد بالك؟ طب والطرف الثاني مع الصفقة من الصفقة في الناحية الإعلامية كان من النظام؟ قبل الطرف الثاني بقى الصفقة اللي هم الإعلاميين المتناسبين. ظل صفوة الشريف مسيطرا على الساحة الإعلامية لفترات طويلة، ربما إلى قبل أن يترك موقعه بحوالي أسبوعين. والبعض قال إنه استمر يسيطر حتى في وجود ممدوح البلتاجي وأنس الفقي. هو لأنه بقي فترة طويلة وزيرا للإعلام، كان لديه علاقات واسعة في مصر وخارجها. عندي إحساس إن أنت بتفلتر. هكلمك. لا، أنا مش بفلتر. أنا بحترم إنه في ناس مسؤولة لا تستطيع أن تخرج. يعني كان يمكن ببساطة شديدة إن أنا أكتب في سنة 2002 و3 وصفوة الشريف في عز مجده وأنا ما زلت نائب أو مساعد رئيس تحرير إنه اقفلوا هذه الوزارة، وده كلام مكتوب وأنا كاتبه في سنة 2002 و2003. فيرفع سماعة التليفون صفوة الشريف ويكلمني. الآن صفوة الشريف حبيس. أنا أستطيع الآن إن أنا يعني بنعمة ربنا أتجادل مع من يهاجموني أو يشتموني. صفوة الشريف مش هيقدر يتكلم في مواجهة اللي أنا بقوله. يعني خطيئة صفوة الشريف أنه استمر وزيرا للإعلام لمدة ربع قرن، أو أنه جعل الإعلام المصري يتكلس ويتجمد، وأنه اهتم بالكم على حساب النوع. هل هذه كل خطايا؟ هو تقول كلمتك في التاريخ. ما أنا هكمل لك أهو. أنا ما أنت مش سايبني أكمل إجابتي. أنت الجزء الخاص بمسألة شبكة علاقاته مع أجيال مختلفة. نمرة واحد. نمرة اثنين، أنه كان مسيسا. عقلية الستينات بس كان مسيسا. واخد بالك؟ أنا كنت أختلف اختلافات جذرية وعميقة
مع كثير مما يفعله، وكنت اعتقد وما زلت، وهذا ما سوف اكتب، انه الشخص او احد اهم الاشخاص الذين وقفوا امام التطوير والتجديد في الحياه الحزبيه، مش بس الحزب الوطني. بالك بغض النظر عن انه يفعل هذا من خلف الستار. ومكتبه في الامانه العامه للحزب الوطني شهد في بدايه يناير اللي فات مناقشه شديده الحده فيما بيني وبينه عن تغييرات الصحافه. شديده الحده. واخد بالك؟ ولكن انا ينبغي علي ان احترم ان هناك سجين لا يملك القدره على ان يرد على ما سوف اقول. وفي قارئ منتظر كلمتك، لان انت قربت من الدوائر. انا هقولها يا استاذ كتابك؟ هقولها في كتابي، بس انا عايز اقول لك على حاجه. انا مش اقتربت من الدوائر، انا لم اكل وثيقه. حتى بجمال مبارك؟ وحتى بجمال مبارك. جمال مبارك يمكن من اهم الحاجات اللي كانت بتعمل له مشاكل هي انه كان خجولا ودائرته ضيقه للغايه، ربما 3 أو 4 أو 5 أفراد. ما كنتش انت ضمن ال4 5 لا، انا كنت استطيع ان اصل الى جمال مبارك في اتصال تليفوني، في مقابله، في مناقشه، في مؤتمر، لكن انا مش من بين ال5 دول طبعا. طبعا يعني ولا اقتربت من دائره الاب. انا كنت بشتغل منصب رئيس تحرير في مصر، ومنصب وفي العالم على فكره، ومنصب له مواصفات سياسيه. وانا كنت حريص على ان تكون لدي فرصه الحصول على المعلومات من مختلف مصادرها، وبالتالي اهم صانع للاخبار في المجتمع كان هو رئيس الدوله. اهم الاخطاء اللي انت عاصرتها وتم تمريرها في مجلس الشورى؟ يعني مثلا كان في بدايه يناير مثلا انا حاضر في يناير اللي فات في حاضر في اجتماع مجلس في لجنه الشؤون العربيه والامن القومي، وانا عضو فيها. اجتماع بخصوص حادث كنيسه القديسين. لم يتعامل مع المساله بالطريقه التي ينبغي ان يتم التعامل بها معها. احتمال انه كان يعرف، ما كانش عايز يضغط في سكه التعامل عشان ما. لا، انا اقصد التعامل بحيث انك تقدر ما هو حجم هذا الموضوع وكيف يمكن عبوره، وهل له نتائج تاليه ولا لا. وجهه نظري ان ما حدث في 28 يناير بدا يوم 1 يناير. مع الحادثه دي بدا يوم 1 يناير. هناك موضوع ما بداش بالانتخابات اللي تم تزويرها بالكامل. الحكم انت حر فيه، انا مش هعلق عليه دلوقتي. على ذكر حادثه القديسين، بحكم اقترابك من نوافذ الخلفيه والدوائر والابواب المغلقه، انت كنت جوه. هل ما كنتش جوه؟ كنت على الاقل بتبص من فتحه الباب وكنت بتسمع بقول انا مش متسلل يا استاذ. طيب انا رجل لديه القدره على الوصول للاخبار، لا صناعتها ولا صيغتها. مفيش علاقه لوزير الداخليه بحادثه القديسين؟ لا، مفيش. اللي ظهر من ادله محمد عبد النبي له علاقه السري له علاقه بانه فشل في انه يعمل التامين. لا، له علاقه بتدبير الحادث. هذا الكلام ترددته ايران ليس غيرها. هذه الاشاعه مصدرها الوحيد ايران، ثم تم ترديدها في مختلف الانحاء. هذا كلام اسمع بس سامع. عشان ده اصله يعني حبيب ده العدلي. تاريخ. حبيب العدلي تاريخ دي، ما انت ما عندكش وقع على هذا التاريخ. لا، انا بقول لك حبيب العدلي اكد عليه انت هتقوله. حبيب العدلي لديه 20 خطيئه اخرى، ليس من بينها على الاطلاق تدبير الجرائم. ليس من بينها تدبير جرائم من هذا النوع يعني. واخد بالك؟ لكن انا بقول لك انه ممكن ما يعملش هذا الكلام. ده هو كان يعني على شفا حفرة من الإقالة يعني بالنتيجة لهذا الحادث في تاني يوم. فيفعل ازاي يعملوا يعني عشان ايه؟ عندك معلومة مؤكدة ان كان تاني يوم الحادث كان هيقال؟ كاد يقال. طبعا كاد يقال.